سلام البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله لا فيديو تاعي تلقاكم كامل مهنيين. رجعت لكم ورجعت لليوتيوب بعد غياب دام شهر ولا اكثر من شهر. سبب الغياب تاعي كنت قلته لكم في فيديو من قبل، كان المرض تاع عمتي ربي يرحمها مع الاسف توفات، وكانت صدمه وكان شوك كبير. دونك سورتو عمتي كانت قريبه بزاف ليا وهي اللي رباتني. صراحة كانت صدمة ومازال يعني مرات من شغل نقول ما كاش منها، ما يقدر الله ما شاء فعل، حاجة ربي هذه والموت حق على كل واحد. دونك دوكا يعني هذا وين عاودت وليت للخدمة، عاودت وليت بشوية للخدمة ووليت لليوتيوب. يعني كنت مسجله دي فيديو مي والله ما كنت قادره نمونطيهم ونحطهم من الفوق. ان شاء الله راح نسيي نمونطيهم ونحطهم وراح نعاود نولي اذا كتب ربي. اليوم جيتكم بهذا لا فيديو تاع حلوه الطابع، حلوه سامبل بسيطه تاع كل يوم، يعني ما شكيت ما كاش اللي يحبها بزاف يحبوها. راح نجيبها لكم بطريقه سهله، يعني هي فيها وصفه واحده ما تتبدلش، برك فيها شويه تغيير. راح تشوفوها معايا في لا فيديو. وبلا ما نزيدو نطولو راح نبداو في الوصفه. لهنا راح نستعملوا الكيل. انا كيلت بهاد البول تاع الشوربه، دونك استعملت كيل تاع البيض. شوفوا لهنا خدا لي 7 حبات بيض. دونك نتوما تاخذوا الكيل، يعني الكيل واحد تخدموا به كلش. دونك عندي كيله تاع البيض مع كيله تاع الزيت. شوفوا يعني الكيله ماهيش معمره بزاف، نتبعوا كيف الكيله. لهنا عندي السكر عادي، شوفوا نقصت من الكيله، تقدروا تقولوا درت كيله غير ربع تاع السكر عادي. لهنا كل واحد كيفاش يحب الكاطو، حلو ولا لا. لهنا لو شارم تاع هذا الكاطو هو لو زاست. انا خلطت بين زاست تاع السيترون وتاع التشينا باش يعطينا بنه مليحه. وعندي شويه تاع لافاني وعندي لهنا الخميره. راح نستعمل 2 باكيات ونص تاع الخميره، يعني الخميره تمشي على حساب البيض. انا في كل 3 حبات بيض ندير باكي تاع الخميره. ولهنا عندي نص كيله تاع لا مايزينا، راح نكمل نعمرها بالفارينه ونكمل باقي الكيله تاع الفارينه. يعني دوك تفهموا واش راني حابه نقول لكم. دونك لهنا جبت ان ريسيبيون، درت فيه الكيله تاع البيض تاعي، وراح نضيف له السكر عادي، ونضيف له هذيك الرشه تاع لافاني. درت لافاني ودرت لو زاست على جال ريحه البيض. مي قلت لكم البنه كامل راهي في لو زاست. خلطت شويه بالفوي جوست باش يمتزج شويه هذاك البيض مع السكر. بعدها راح نضيف له الكيله تاع الزيت. فوالا ونخلط شويه. بعدها راح نميكسي كلش. لهنا تقدروا تستعملوا الباتور ولا تقدروا تستعملوا البغا ميكسور كيما درت انايا هكذا باش يتخلطوا لي ويمتزجوا كامل المكونات. وحتى نشوفوا لو ميلونج تاعنا ولا ابيض هكذا نعرفوهم بلي تخلطوا مليح وداب هذاك السكر ودخلت بيان الزيت فيه. بعدها راح نبدا نضيف المواد الجافه. لهنا هذيك النص كيله تاع لا مايزينا راح نكمل نعمرها بالفارينه، يعني باش تولي عندي كيله كامله. هنا قلت لكم راح نبداو نضيفوا الفارينه ومن بعد نقول لكم شحال خدات لي فارينه، يعني راح يكون على حساب النوعيه تاع الفارينه، اذا تشرب واذا لا ما راحش نديروا الفارينه كامل في مره، راح نضيفوا بشويه ونشوفوا. لهنا راني نصفي هذيك الخميره، ما نديروهاش دائما، ما نديروهاش هكذاك. شوفوا كيفاش فيها لي هذوك شغل لي غرومو. دونك نضيفوا الخميره تاعنا. قلت لكم 2 باكيات ونص استعملت انا في هاد لا كونتيتي. راح دائما نخلطها مع الفارينه ونضيفها، نبدا نضيف بشويه للخليط تاعي باش نتحصلوا على خليط يكون طري. ما لازمش نيبسوا العجينه تاعنا باش نتحصلوا على نتيجه مليحه وتجينا الحلوه تاعنا خفيفه. دونك من بين اسرار تاع النجاح تاعها هو انها العجينه تكون خفيفه، يعني تقريبا تكون تتلاصق في اليدين. يعني دوك راح تشوفوها معايا. لهنا نبدا ندير الكيله الاولى اللي قلت لكم هي ميلونج بين مايزينا وفارينه، وراح نضيف الكيله
الثانيه. انا الفرينه تاعي نكون غربلتها من قبل، دائما نغربلوا الفرينه تاعنا نصيروها. راح نعمر الكيله الدوزيام ونضيفها ونبدا نعجن فيها بشويه. هنا راح نوجد الكيله الثالثه. فوالا شوفوا الكيله الثالثه ما درتهاش كامل، دونك درت 2 كيلات ونص، يعني نعجن ونشوف اذا نكملها ولا من نكمل نصها واذا نكملها كامل. فوالا لهنا يعني مازالها تخصني. راهي جاريه بزاف. دونك هي جينيرالمون تاخذ 3 كيلات، يعني نقولوا نص كيله تاع لا مايزينا وكيله و2 كيلات ونص تاع الفرينه. مي دائما ما نضيفوش الكيله الثالثه، ما نديروهاش كامل باش ما تنشفناش. فوالا لهنا كنت مخليه شويه في هذيك الفرينه، دونك كيما قلت لكم 3 كيلات. ونسيو ما نعجنوش، جست ندخلو ديك الفرينه بلا ما نعجنو بيان سور باش ما تتعلكناش العجينه تاعنا. فوالا شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. قلت لكم يعني العجينه تكون طريه، نقدروا نقولوا تكون تتلاصق في اليدين. انا نسي نطمها بالكوبات، ديجا في الكوبات ولصقت لي، دونك تكون طريه. فوالا ديجا شوفوا ديجا راهي شربت شويه، كانت تتلاصق بزاف دوك ماهيش تتلاصق. دونك هذاك هو. هنا راح نرش لو بلون دو طرافاي بالفرينه، يعني ندير كميه مليحه تاع الفرينه باسكو العجينه تاعي كيما شفتوا راهي تتلاصق. دونك ندير لها كميه تاع الفرينه وراح نبدا نحلها. نسي من الفوق نرش عليها شويه فرينه باش ما تلصقليش. تقدروا تحلوها بالساشي تاني. فوالا انا استعملت ساشي من الفوق وراح نحلها. هنا انا ما نحبش نديرها خشينه بزاف، كاين يديرها بزاف خشينه، انا ما نديرهاش بزاف خشينه، يعني نديرها سمك متوسط شويه شويه اكثر من الصابلي. فوالا لهنا حسيتها مازال خصها شويه، راح نزيد نحلها. بهذه الطريقه حتى نتحصل على السمك اللي راني نحوس عليه. ومن بعد راح نستعمل طوابع، يعني واسمها حلوة الطابع، دونك راح نستعملوا فيها الطوابع. كل واحد يستعمل الشكل اللي عنده. اذا خفتوا يلصق لكم طابع يعني غمسوه في الفرينه، دخلوه في الفرينه وطبعوه به. لهنا كنت وجدت سنيوه فيها بابي كويسون، دو بريفيرونس ديروه باش كي ندهنوها من الفوق بالبيض ما راحش تلصق لنا، وكي نجو نحيوها تبقى تلصق الحبه. دونك دو بريفيرونس ديروا خدمه نقيه. ونبدا نطبع فيها بهذا الشكل. شوفوا السمك تاعها، قلت لكم شويه خشينه على شويه خشينه على الصابلي. طبعتها كامل بهذا الشكل، ورده ولا قلب، ونستفها كامل في السنيوه تاعي. اونتر طون انا شعلت الفوق تاعي سخن على 180 درجه لو طون اللي راني نطبع فيها، ونستفها كامل في البلاطو تاعي بهذه الطريقه. راح نجيب صفر البيض. لهنا استعملت صفر البيض، ضفت عليه شويه قهوه وشويه لافاني. قهوه اللي راح تساعدنا باش تمدلنا اون دورور شابه، يعني كولور شابه دوري، ولافاني على جال ريحه البيض. دونك نخلطهم مليح وندهنها من الفوق بالبانسو عادي، ندهنوها باش تحمر لنا مليح وتاخذ وتشباب. نسيي ندهنها غير من الفوق. وبعد ما نكمل ندهنها كامل راح نجيب هذا الفيرميسال كولوري
وندير شويه من الفوق. تقدروا ديروا السكر عادي، سكر عادي من الفوق، كل واحد يدير واش على حسب الذوق تاعو. بهذه الطريقه كامل ندير لهم من الفوق. هو لو شارم تاعها هو هدايا. فوالا نكملهم وراح نطيبها كيما قلت لكم على فوق مسخن مقبل على 180 درجه. انا لو فوق تاعي يشعل من الفوق ومن التحت، دونك يعني طيب لي في خطره. نتوما سيو طيبوها تطيب عادي طيب عادي من التحت. كي تشوفوها بدات تحمر من التحت شعلوا لها من الفوق، راح تتنفخ وتتشقق. كاين اللي يقول لك شعلوا لها من الفوق، يعني طيب من الفوق شغل تتحمر وتتشقق ومن بعد شعلوا لها من التحت. صراحه انا ما سيتهاش، انا قلت لكم الفوق تاعي يشعل من الفوق ومن التحت، نطيبها في مره. ما جربتش تاع تشعل لها من الفوق ومن بعد من التحت، وتاخذ لي حوالي 15 الى 20 دقيقه. وهذا هو الشكل النهائي تاعها. التحمار تاعها يعني كل واحد كاين اللي يحب يحمرها اكثر من هكذا، كاين اللي يحمرها هكذا. شوفوا تجي طريه ومقرمشه في نفس الوقت. شوفوا كيفاش انتفخت معايا، شوفوا جات طريه كي ليبونج، لهنا مازالها سخونه. وريحه لو زست ما عندي ما نقول لكم. دونك هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها. ما بقى لي نقول لكم ملتقى في فيديو اخر، والسلام.